شويه تكات مطبخ كده هتفرق معاكي جدا لما تعملي اكله فيها بصل وثوم. ابدئي بالبصل الاول لان الثوم بيتحمر بسرعه جدا. لو هتبشري جبنه دهني المبشره نقطه زيت، هتلاقي البشر بقى اسهل وانعم. قبل ما تطبخي الخضار شوحيه مع البصل والبهارات الاول، وبعدين ضيفي الطماطم والشوربه هتدوقي طعم خطير. الثوم ما تخليهوش يغمق زياده، سيبيه فاتح شويه، طعمه وريحته بيبقوا اجمل. وانت بتعملي الحواشي ضيفي معلقه طحينه او دقيق عشان اللحمه ما تنزلش سوائل. السمك الكبير اعملي فيه شقوق بسيطه عشان التتبيله تدخل لجوه كويس. الخضره اغسلها قبل التقطيع علشان تحتفظ بفوائدها. الفول حطي رشه بيكنج بودر هيسرع السوا ويخلي القشره دايبه. الشعريه رشه بملح صغيره وقت التحمير تخلي اللون كله واحد. اي ريحه في التلاجة حطي نص بطاطسايه او قطعه فحم او فانيليا مفتوحه وتختفي الريحه. السمك المقلي حطي قشر ليمون في الزيت هيقلل ريحة الزفارة. لو الملح زاد حطي بطاطساي نية تشيل الملح الزيادة. اللحمة دخليها التلاجة 10 دقايق هتقطع معاكي بسهولة. الموز لفيه الرأس بسترتش يفضل طازة مدة أطول. وما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعمليكوا شير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. الليك مش هيفرق معاك لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد.